بدأت القصة لما أب وابنه كانوا بيتمشوا على البحر وشافوا شيء غريب مرمي على الشط. كانوا فاكرين إنه تمثال أو شيء من هذا القبيل، ولكن لما قربوا منه لقوه جثة راجل. الأب اتصل بالشرطة وجت على طول، وأول حاجة لاحظوها إن مفيش أثر أقدام حوالين الراجل، وبس أثر أقدام للأب وابنه. فالمحققون فكروا إن الراجل مات غرقان. الراجل كان لابس ملابس سباحة غير مألوفة، وكانت هدومه العادية موجودة جنبه. ولكن الغريب إن التيكت اللي بيبقى موجود على الهدوم ومكتوب عليه بلد التصنيع ما كانش موجود على هدومه. دوروا في محفظته وفي جيوبه على بطاقته أو أي أوراق تثبت هويته وتعرفهم عليه، ولكنهم ما وصلوش لحاجة. أحداث القصة دي كانت في إيرلندا، ولكن الراجل ده كان شكله غريب، مش من سكان إيرلندا أصلاً. وعلشان يحلوا اللغز ده فحصوا كل كاميرات المراقبة الموجودة في شوارع إيرلندا، ولكن الموضوع ازداد غرابة. إحدى الكاميرات رصدته أول مرة في موقف أتوبيسات في مدينة صغيرة، وبعدها راح المدينة اللي كان فيها الشاطئ ونزل في فندق في المدينة دي. وكاميرا الاستقبال في الفندق بينت إنه كان معاه شنطة سفر وشنطة تانية على كتفه. لما سجل دخوله في الفندق قال إن اسمه بيتر بيرجمان، وإنه من النمسا، ودفع رسوم إقامة لمدة 3 أيام. فحصوا كل الكاميرات في المنطقة ولقوا إنه راح لمكتب بريد وحط رسالة في صندوق من صناديق البريد هناك. ورغم إن المحققين حاولوا تتبع مسار الرسالة، لكنهم ما نجحوش في اكتشاف البلد أو الشخص المبعوث له الرسالة. وفي الوقت ده كانوا في انتظار ظهور تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب وفاة الراجل. على بال التقرير ما يطلع قاموا بنشر صورته في الجرايد، فتعرف عليه سواق تاكسي كان ركب معاه من أيام. السواق قال إن الراجل طلب منه يروح لشاطئ، ولما وصل نزل الراجل من التاكسي وفضل واقف يبص للبحر لفترة. بعدين ركب التاكسي تاني وطلب من السواق يروح لموقف أتوبيسات. السواق قال إن ده كان يوم الأحد. وصلوا فحص كاميرات الفندق فلقوا إن الراجل خرج يوم الاثنين وفي إيده كيس كبير، وراح لأحد القهاوي. ولما قعد طلع ورقة من جيبه وقراها، وبعدين حطها في جيبه تاني، وبعدين طلعها وقراها، وفضل على كده كذا مرة. وفي الآخر قطع الورقة وراح لموقف الأتوبيسات. وفي اليوم ده شافوه الشهود بيتصرف بطريقة غريبة على الشاطئ، وقالوا إنه كان لابس هدومه كاملة ورافع رجلين البنطلون من تحت علشان ما يتبلش، وكان حافي القدمين. كان ماشي على الرملة يمين وشمال وشكله قلقان. وفي صباح اليوم التالي اكتشفوا الأب وابنه وهو جثة زي ما قلنا في البداية. بدأ المحققون في التواصل مع السفارة النمساوية وادوهم اسم الراجل وبياناته اللي كتبها أثناء تسجيله في الفندق، ولكن السفارة النمساوية قالت إنها ما عندهاش معلومات عن راجل بالاسم ده، وإن البيانات اللي كتبها كلها غلط. المحققون بالحيرة واستمروا في فحص الكاميرات، فلاحظوا إنه خرج من الفندق ودخل ومعاه الكيس أكتر من 10 مرات. في كل مرة وهو خارج من الفندق بيكون الكيس مليان، ولما بيرجع بيه بيكون فاضي. فبدأوا يسألوا عن محتوى الكيس، وكانت أكتر حاجة استغربوا منها إن الراجل ده كان بيقدر يختفي من قدام كاميرات المراقبة في الشارع بذكاء شديد، فكان بيظهر بأفعال عادية ومألوفة قدام الكاميرات اللي قدرت ترصده، ولكنه كان بيختفي فجأة من قدام كاميرات تانية بمنتهى الذكاء، خاصة إنه لما كان بيختفي بيكون الكيس مليان، ولما بيظهر تاني قدام الكاميرات بيكون الكيس فاضي. بدأوا يفترضوا إن الراجل ده ليه علاقة بمخابرات أجنبية، لأن الطرق دي في التخفي ما يتقنهاش إنسان عادي. المحققون أخدوا بصماته وبعتوها للسفارة النمساوية للتعرف عليه، ولكن السفارة النمساوية لقت إن البصمات دي لا تنطبق على أي مواطن نمساوي. في الفترة دي ظهر تقرير الطب الشرعي واللي كان وضح إن مفيش مية على الرئة، وده معناه إن الراجل ما ماتش غريق. التقرير بين إن الراجل كان بيعاني من حالة متأخرة من سرطان البروستاتا، ومع ذلك ما كانش بياخد علاج. وده كان أمر غريب، لأن النوع ده من السرطان في مراحله المتأخرة بيسبب ألم كبير لا يحتمل إلا بالمسكن. التقرير بين إن جسم الراجل ده كان بينهار لدرجة إن الدكتور ما كانش مصدق إن الراجل ده كان بيمشي في الشارع كأنه سليم. وكانت النتيجة النهائية للتقرير إن الراجل مات بسبب سكتة قلبية، ومفيش شبهة جنائية في الوفاة.
كان يتمنى المحققون إنهم يحلوا لغز القضية، ولكنها زادت تعقيد، فأصبح كل أملهم إنه يظهر حد من عيلته. ولكن مفيش حد على وجه الأرض اتعرف على الراجل ده، لا عيلة ولا أصحاب، وكأنه جاي من عالم تاني. حاولوا يدوروا في صناديق الزبالة عن أي شيء ليه علاقة بمحتويات الكيس اللي كان معاه، لكنهم ما وصلوش لحاجة. واللي خلى اللغز ده مختلف عن أي لغز تاني إنهم ما قدروش يعرفوا جنسية الراجل، ولا حتى إزاي دخل إيرلندا. خرجت بقى عديد من النظريات بخصوص الراجل ده، فالبعض ظن إنه راجل مخابرات محترف، والبعض قالوا إنه جاي من كوكب تاني. وعلشان تتأكدوا من صحة القصة دي، تقدروا تعملوا بحث عنها وهتتأكدوا من إن العالم كله معرفش هوية الراجل ده. ومعظم اللي عرف القصة حاول يشارك برأيه. فإيه رأيكم انتم كمان؟